وعشان الطبخ لعبتي في تريكات بسيطة لو عملناها بتفرق وبتودي طعم الأكل في حتة تانية خالص. تعالي بقى أقولك على تريكة وانت بتعملي المحشي، أي نوع من المحشي هتفرق معاكي في طعم المحشي وهتخلي طعمه يجنن. هاتي الحلة اللي هنسوي فيها المحشي وهاتي كده بصلاية أو بصلتين حجمهم وسط على حسب طبعا حجم الحلة وكمية المحشي اللي انت عاملاها، وقطعيها حلقات زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، حلقات متوسطة. وبعد كده اديها كده رشة من الملح وكمان رشة بسيطة من الفلفل الاسود، وهاتي طماطمايه او طماطمتين على حسب برضو الكمية بتاعتك وقطعيها كده لحلقات زي ما انتوا شايفين ورصيها على البصل. وبعد كده هتديها رشة بسيطة قوي من البهارات السبع ورصي المحشي بتاعك وخدي احلى شوربة متطعمة بالبصل والطماطم. حطوا لايك بقى، ادخلوا على مطبخ بنت هاشم هتلاقوا وصفات حلوة كتيرة جدا هتعجبكم، وبألف هنا وربنا يحسن ما بين ايديكم.